بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معانا النهاردة في فيديو جديد من سلسلة مهارات في الإكسل. في الفيديو دوت احنا هنتكلم عندنا هناخد 3 معادلات مع بعض أو 3 مهارات مع بعض. هما ال3 مرتبطين ببعض أو دايما بستخدمهم أو بحتاجهم إن أنا مع بعض. لو فاكرين في السكيل ليست احنا خدنا الفي لوك اب، البيفت تيبل، تكست كولوم، وكونكات، واف، واند، واور. النهارده معادنا مع معادله ليفت ورايت ولين. تمام. ليفت ورايت ولين دول ليفت ورايت معادلتين شبه بعض بس هما عكس بعض. دي معادله بتشتغل من الشمال ودي معادله بتشتغل من اليمين، وهنشوف دلوقتي ايه. ولين دي هنفهم قصتها، ودايما احنا بنستخدمها مع واحده من الاتنين. تمام. تعالوا نشوف كده ليفت دي بتعمل ايه. تعالى لو قلنا له يساوي ليفت. تمام. بص هنا بيقول لك return the specified number of characters from the start of a text string. يعني انا هديها تكست وهقول له هات لي من على الشمال عدد كاركترز معين. زي ده انا عندي تكست زي ده، عايز اجيب اول مثلا 3 حروف من على الشمال، فبقول له يساوي ليفت وهفتح القوس بتاع المعادله. بتاخد معطيين، اول حاجه التكست اللي انا عايز استقطع منه جزء، فهقول له ده التكست بتاعي. طيب بقول له كوما، بيقول لي نمبر اوف كاركتر، انت عايز كام حرف؟ تمام. والله انا عايز 3 حروف، فهقول له 3 وادي له انتر، هيقول لي اهو جاب لي اي بي سي. طب انا عايز 4 حروف، اهو هقول له بدل ال3 دي خليها 4، هيجيب لي اي بي سي دي. تمام. طيب رايت ده العكس تماما، اللي هو نفس القصه هي ولكن بتشتغل من على اليمين. هتجيب لي من على اليمين مثلا عايز 3 حروف، فهتجيب لي اول 3 حروف من على اليمين. تعالى كده نقول له يساوي رايت. تمام. اهو بتاخد التكست، اقول له دي التكست اهو، وهعمل كوما، انت عايز كام حرف؟ هقول له 3، ادوس انتر، اهو جاب لي ال ام ان. تمام. انا عايز 4 حروف، هقول له هات لي 4 من على اليمين اهو. تمام. هيجيب لي كي ال ام ان. تمام. طيب معادله لن دي بقى بتعمل ايه؟ لن دي اختصار لكلمه لينس. تمام. اللي هي الطول، او اللي هو عدد الحروف، عدد طول الكلمه او عدد حروف الكلمه. فهي دي زي ما انت سمعت كده بالظبط، بتجيب لي عدد حروف الكلمه اللي موجوده او التكست اللي موجود عندي. فانا هقول له بيساوي لن. تمام. اهو بيقول لي return the number of characters in a text string. هتدي له تكست هيقول لك فيها كام حرف، فهفتح القوس. هو ما بتاخدش غير معطى واحد اللي هو التكست، فانا هقول له التكست ده، هقول له انتر اهو. قال لي ان دي الكلمه دي فيها 14 حرف. لو جينا نعدها كده، عد على ايدك كده A B C D E لحد ان هتلاقيهم 14 حرف. طيب انا هستخدم الكلام ده مع بعضه ازاي؟ تمام. انا هنا دلوقتي عايز اقول له تمام اللي انا عملته في ليفت ورايت هعمله هو بس بشكل اوتوماتيك. ايه بشكل اوتوماتيك؟ انا دلوقتي لو انا مش عارف حروف الكلمه دي كام حرف، تمام، وعايز اقطع جزء من الحروف دي بشكل اوتوماتيك. انا هنا لو انا عايز مثلا اجيب من على اليمين لحد السي، طب انا مش عارف الكلمه كام حرف، فانا عشان هنا عارف ان هم 14، فاجي هقول له هات لي 12 مثلا. تعالى كده نقول له مثلا، هقول له يساوي رايت. تمام. هات لي من التكست ده، انا عارف ان هي 14، فانا لو قلت له هات لي 12 حرف هيجيبهم لي. تمام. طب افرض انا اديت له رقم بدل ال 12 دي، كتبت له رقم اكبر من طول الكلمه، فانا مثلا هقول له 16. بص كده طلع لي طلع لي الكلمه كلها، صح كده؟ هو انت عايز 16، فهو عدهم جاب لك 14 وما لقاش تاني فجاب لك ال 14. لا انا عايز بقى احسبها بشكل اوتوماتيك. لو انا عايز اشيل اول حرفين واجيب باقي الكلمه هعمل فهدمج بقى معادله رايت مع لين، فهقول له يساوي رايت. تمام. هات لي من الكلمه دي وهديله كوما، بيقول لي انت عايز عدد حروف قد ايه، فهقول له هدخل لين مع رايت، فهقول له لين هات لي اللين اهو بتاع التكست ده ناقص حرفين.
يبقى هقوم قافل القوس بتاع لين واقول له ناقص 2، هيجيبها لي من غير A و B. تمام، تعالى ندوس انتر ونشوف. هيقول لي يس دي عشان قفلة القوس اهو، هتلاقيه جاب لي الكلمة كلها ما عدا اول حرفين اللي هو A و B. طب انا لو عايز اقص اول حرف بس يبقى هقول له ناقص، يبقى اللين ناقص 1، يعني طول الكلمة ناقص 1 اهو. طيب تعالى نشوف المثال ده بادج بتاع كود موظف. تمام، انا نفترض ان انا مثلا في الاتش ار وانا عندي كود الموظف عباره عن حرف ورقم. طب لو انا عايز الرقم من غير الحرف اهو، هقول له هنا لو انا جيت قلت له ايه يساوي ليفت، لو انا عايز اجيب من على الشمال انا عايز الحرف بس، فاقول له ايه هات لي من الليفت هات لي ايه كاركتر واحد هيجيب لي الحرف. طب لو من الرايت، تمام، هما ده ادي 9 وال7 دي 1 2 3 4 5 والحرف السادس، فهقول له بيساوي رايت. تمام، هات لي من الكلمة دي هات لي ايه 5 كاركتر. تمام، فهو جاب لي ايه 14 6 7 9 من غير الايه من غير الحرف. طب انا لو عايز اعرف طول الكلمة اهو اللين بتاعها اهو، هقول له ده التكست اهو هات لي اللينس بتاعه قد ايه، هيقول لي 6. انا بقى عايز اجيب الرقم ده من غير الحرف، من غير ما انا ما اقعد اعد عدد الحروف مانوال، فهقول له بيساوي رايت. تمام، هات لي من على اليمين من الكلمة دي اجيب لك قد ايه، هقول له هات لي اللينس ناقص 1 عشان انا عارف ان الحرف هو كاركتر واحد. تمام، لكن انا مش عارف طول الكلمة كلها على بعضها قد ايه، فهقول له ايه هات لي اللينس بتاع التكست ده وتراح لي منه 1، والرقم اللي هيطلع ده هاتهولي من على اليمين. خلاص كده هقول له انتر اهو، جاب لي 14 6 7 9، يبقى جاب لي الكود بتاع او البادج نمبر بتاع الموظف من غير الايه من غير الحرف. انا هيبقى طبعا انا هستخدمها في ايه، انا دلوقتي لو انا عندي خليه واحده زي دي وجيت قلت لك هات لي، تعالى هنا هكتبها بشكل ما انا قلت لك هات لي الارقام من غير الحرف، فانت هتقول لي 14 6 7 9. طب لو انا عندي لسته طويله زي دي وعايز اعملها بشكل ايه اوتوماتيك، مش هعملها مانوال، وبعدين عندك هنا كلمه فيها حرفين وهتلاقي هنا بعد ال10 ابتدت الايه الكلمه تطول بقت ايه 3 حروف او 3 كاركتر، لو نزلت اكتر مثلا ايه لو عديت ال100 فهتلاقي 4 كاركتر وهكذا. يبقى انا هعملها بشكل اوتوماتيك، هقول له يساوي رايت. تمام، انا ممكن يكون عندي حاجه محتاج فيها ان انا عايز البادج نمبر من غير الحرف، فبقول له هات لي من الرايت من التكست ده هتجيب لي عدد قد ايه، هقول له اللينس بتاع التكست ده ايه ناقص، واقفل القوس بتاع لينس واقول له ناقص 1 واقفل قوس الرايت واقول له انتر، جاب لي اهو دبل كليك بقى هنا كده هيجيب لي بقى الايه الارقام من غير الحرف. ودي كده كانت السكيلز بتاعت النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون فادك، اشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.